السلام عليكم يا جماعة. عدى سنة، تخيلوا رمضان داخل علينا وعدى سنة. رمضان بيبقى فرصة جميلة قوي ان الشياطين بتبقى مسلسلة والواحد كده نفسيته هادية، بدل ما احنا طول السنة عمالين نجري وحاجات تجري ورانا والدنيا وبتاع. ففي رمضان بيبقى فرصة جميلة قوي ان انت تقعد تراجع نفسك كده وتحط هدف. حط هدف ان انا داخل رمضان ده عشان ان شاء الله الفل، ارتقي في مستواي، اقرب من ربنا اكتر. حاجتين حرام كنت بعملهم احاول ابتدي اقللهم، او احاول ان انا اخش بنية ان انا انهي عليهم خالص. حاجات لذيذه ما كنتش بعملها حلال مثلا ابتدي ان انا اعملها واكتر منها، وهكذا. ما تخشش رمضان كده من غير حاجه، خش رمضان بهدف. رمضان جميل كطبعا تجمع اسري ومش عارف ايه والاكل الحلو وكل الكلام ده، بس ده مش المفروض انه الهدف من رمضان. بالعكس، يعني الهدف من رمضان المفروض ان انت دايما ده الشهر اللي انا هعمل بقى فيه ريسيت لنفسي، وهخرج منه انسان جديد. يعني هقابل الحياه بفكر جديد، بفكر مختلف. هكون ارتقيت، هكون لفلت زي ما في لعبه كده انت بتلفل. فرمضان فرصه ان انت في الحياه تلفل وممكن تعتق من النار، وفرصه جميله قوي ان انت ممكن تلم حسنات بالهبل، يعني ببساطه جدا جدا جدا. فاستغل الفرصه دي وما تضيعهاش. مين عارف، ممكن يكون ده اخر رمضان للواحد، فاهمين قصدي؟ فبجد نستغل كل فرصه عندنا. ربنا كريم قوي ان هو دايما بيحط لنا فرص على مدار السنه، ولكن رمضان ده اجمد واحسن فرصه. رمضان ده الشهر اللي نزل فيه القران، اللي نزل فيه الوحي على الرسول عليه الصلاه والسلام. ففعلا شهر المفروض يكون لايف تشينجينج. استقبلوه بهذا الفكر دعوة، لأن الواحد فعلا يهتم بالموضوع ده. وبس، رمضان كريم عليكم كلكم إن شاء الله.